لذلك أنا أقول لكم أنتم كبونيون، إذا أردتم أن تتغلبوا على عقدة انعدام الهوية قل أنك مغربي. هذا الحل يا كريم. بدل ما يطلع لك ماكرون يقول لك أنتم أمة بلا هوية، يقول لك كذاب أبوك، نحن كنا من ضمن الدولة المغربية، أصولنا مغاربة، نحن هكذا أشرف لك، والله أشرف لك. بدل ما تظل أنت الآن بلا شيء. ما هي هويتك؟ من أنت؟ من أنت؟ جزائري؟ إيش جزائري يعني؟ جزائري من؟ كم عمرك؟ من أنتجك؟ من أوجدك؟ من سمك جزائري من حيث الأساس؟ وين تاريخك؟ وين عمقك؟ وين؟ ما عندك شيء. فمن الأنسب لكم والله أن هذا مخرج أخلاقي ومخرج نفسي. لو عندكم أطباء نفسيين لعالجوكم من هذا الآفة. إنه يا أخي الكريم أنا أعيش أزمة هوية وأصلي الأصيل. إذا أنت تريد أصلك فعلا، أنت كنت ضمن التركيبة المغربية، كنت ضمن الإمبراطورية المغربية إلى أن عطوكم استقلال، حتى ما قد فيش معاكم ورقة الاستقلال إلى الآن. أحسن لك قول أنا أصلي مغربي. إذا المغاربة هنا هم الأصل، أنت الفرع، أنت كجزائري فرع. المغاربة يستطيعون الآن ياسر بعد شوية يحط أمامك 50,000 دليل أنه الأصل وأنت الفرع. فكيف للفرع، كيف للأصل أن يأخذ من الفرع؟ قل لي. عندما تقول لي أخذوا مننا وأخذوا مننا، العكس صحيح، أنت الذي أخذت. أنا أعطيتك دلائل مادية. دقيقة. أنا صعب دلائل. لا دقيقة، أنا بيعطيك مغربي دلائل، مش أنا. اسكت بس انتظر، وبيطلع لك مغربي الآن يعطيك بعد. تعرف ياسر، وأنت حظك إنه جا وراك ياسر، يعني هذا من أنت مسخوط الوالدين أنا أعتبرك إنه وراءك ياسر مباشرة. فبالتالي يا أخي الكريم اخرجوا من هذا المرض الذي أنتم فيه، الجنون العظمة وأننا قوة ضاربة. أنت والله العظيم إذا قارنتك بالمغربي أنت كجزائري مجرد نكرة. أخلاق أسعد مصر. لحظة كلماتك. لحظة يا فضلك، لا احترم يا أخي. لحظة الله يرحم والديك. ما تقوليش نكرة. صح. لا نكرة. لا نكرة ونص إذا قارنتك بالمغربي. لا ما تقوليش نكرة. لا المغربي أنت نكرة، مش أنت يعني. لا أنت لا يا أخي كريم أسألك بالله، يعني من أنت عشان تقول لي ياسر يتكلم على بيت تكون مغربي أكثر من مغربي؟ يا أخي لحظة. خلاص فقط خليه يتكلم. لو أخذنا موضوع الأخلاق كمنظومة متكاملة، يا أخواني أقسم لكم بالله أنكم ضربتم أنتم كجزائريين، أو لا نعممكم كلكم، لكن الظاهر الموجود في وسائل الإعلام في كل مكان أوسخ أمثلة لسوء الأخلاق وسوء الجوار والفجور في الخصومة. بينما المغربي، أنا الآن مريت والله العظيم، مريت أنا الآن قبل شوية وصورت لياسر، كنت مع ياسر، تذكر يا ياسر؟ أنا الآن شورت لك بيت القنصل فاضي، البيت فاضي ما عاد أحد فيه، ما فيش قنصل ولا يحزنون. هنا في وجدة، والعلم الجزائري يرفرف على هذا المبنى. لا نزلوها المغرب، قد هو علم هكذا مهترئ، قد أكلها الصدى، قد حالة ما حد غيره، لأنه البيت مهجور ساكنين فيه جن، ما حد فيه جن. لا نزلوه ولا أبعدوه ولا أشالوه، يعني رقي. بينما أنت داخل مباراة كرة قدم 90 دقيقة فقط، تجي يقول لك نزل العلم المغربي، وفي الأخير يصفعوك صفعة الجن وألزوا وأجبروك أن تنزل علمك داخل الملعب. أي أخلاق لديك يا أخي؟ مجرد الأخلاق. حتى لو مثلا قلنا طز في أم التاريخ يا مغاربة، طز في أم التاريخ، ملعون من بحث في التاريخ، خلونا نحكم على الأخلاق. يا أخي إذا غرتك الأصول، هكذا نقول إحنا في اليمن، اسمعوا هذا المثال، تعلموا الأمثال اليمنية. إذا غرتك الأصول دلتك الأفاعيل. إذا أنت في مجتمع لا تعرف ما هويته ما أصله، شوف أفاعيله. أقسم بالله أفاعيلكم زبالة، أقسم بالله يا كريم، والله لم يروج لليهودية والنصرانية مثلكم. اليوم المغربي الذي انتهكت أعراضه في المسيرة الكحلاء، والذي مورست عليه أبشع أنواع الظلم منكم كجزائريين، يقارنكم باليهود، يقول سلام الله على اليهود، سلام الله على الصهاينة. عشي أوسخ من الصهاينة؟ أنت أكبر من روج للصهاينة. إذا قارنا جرائمكم المتعاقبة في رؤسائكم، وإلى الآن
وإلى الآن وإلى فجور الخصومة الذي في نفوسكم، أقسم لكم بالله أنكم أكبر من روج للصهيونية، وأكبر من روج لليهودية، وأكبر من روج للبوذية، لأنه لا يوجد أوسخ من هذا النفحة العدائية التي موجودة فيكم تجاه المغرب. هذا واحدة. الثانية أن أملاك الجزائريين في وجدة مصانة. شوف مصانة، أنتم في 75 في العشرية الكحلاء كان الجزائري الذي يبلغ على مغربي، رغم أنهم اندمجوا بعضهم مغربي لا يعرف المغرب، عمره ما راح المغرب، قدوا جزائري بس من أصول مغربية، ينهب بيته وتنهب أمواله، حتى الأقراط من آذان النساء أخذوها، أخذت كل شيء. الآن أنا في وجدة، وهذه شهادة لك وللتاريخ إن كان لك ضمير وإن كان لكم ضمائر، أقسم بالله أنها عرضت علي بيوت واستعدوا لي أن يأتوني بوثائق مهجورة منذ 30 ومنذ 40 سنة. هذه لجزائريين لم يدخلها أحد ولم ينتهكها أحد ولم يصادرها أحد. ويقول لي واحد من أعيان منطقة وجدة، قال أقسم بالله لو جاء الجزائري الآن بمفتاحه لفتح بيته ودخل، ما فيش كلام. في وجدة أنت يا أخي أخذت القروض من أذان النسوان في العشرية الكحلاء. أنت من؟ أنت وين جيت تقول لي أملاك الجزائريين في وجدة أخذوه؟ لأنه موجودة يا أخي، موجودة. أم بوتفليقة وجدة أمه واللي خلفوا عايشين هنا وعيالها ما عندهم أي مشكلة، حتى لو تجي أنت والله ما حد يمسك بسوء في وجدة. بينما اليوم المغربي مطلوب، يعني كأنه لا تكتمل وطنية الإنسان الجزائري إلا إذا سب المغرب. إذا سبيت المغرب أنت مش وطني، إذا ما سبيت المغرب أنت مش وطني ولا جزائري. كأنه خلاص فرض الركن الأساسي لأن تكون جزائريا وطنيا لابد أن تعادي المغرب، لا تعادي فرنسا ولا تعادي أحد، لكن عاد المغرب ضروري. فجور في الخصومة يا أخي ما شهد له التاريخ مثيل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة لا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة.